بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بكم في قناة أم النور. هنحكي مع بعض في فيديو النهاردة قصة جميلة جدا، قصة رهيبة جدا، وهي بتتكلم عن أسرة مسيحية لكن كانت بعيدة جدا عن الكنيسة وبعيدة عن ربنا. الأسرة دي كانت أول مرة تدخل الكنيسة، حصل معاهم حاجة عجيبة جدا جدا، وكانت ضحية ابنهم. هنشوف مع بعض تفاصيل القصة في الفيديو. تفاصيل القصة بتقول إن كانت في أسرة مكونة من أب وأم وابن. الابن ده كان اسمه كرولوس، وكان شاب في تالتة ثانوي، زيه زي أي شاب في السن بتاعه، ليه صحاب كتير. فكان دايما هو وصحابه بيتجمعوا ويخرجوا سوا، وكانت علاقتهم بالكنيسة علاقة مش قوية قوي، يعني كانوا بيروحوا الكنيسة كأنهم رايحين نادي، أو المهم إن هما بيخرجوا مع بعض وخلاص. فكانت علاقتهم مش قوي بالكنيسة. وفي يوم من الأيام والد كورولوس لظروف في شغله اضطر إن هو يسافر خارج البلاد، وطبعا هياخد كورولوس وزوجته معاه. المهم سافروا واستقروا هناك، لكن كانوا دايما حاسين بغربة شديدة جدا، وكمان مش عارفين يتأقلموا خالص مع الوضع اللي هناك. والبلد اللي راحوها ديت كانت في عداوة بينها وبين المسيحيين شوية، فكانوا مش عارفين يعيشوا ولا يتأقلموا هناك. مامته ما كانتش عارفة تتأقلم مع الجيران والبلد اللي هي فيها، وكرولوس كان دايما في مشاكل كتير في المدرسة بتاعته اللي هناك، وكان بتزيد مشاكله أكتر مع الصحاب اللي كان بيسخروا منه ومن ديانته المسيحية. حتى والده كمان كان بيعاني من شوية مشاكل في الشغل. وفضل الحال ده لفترة وتعودوا على كده، وعدت الأيام. وفي يوم من الأيام وهم قاعدين بيتعشوا، وبعد ما خلصوا لقوا الباب بيخبط. طبعا استغربوا جدا، لأن هم ما يعرفوش حد ولا حد يعرفه. فقام الوالد علشان يشوف مين اللي بيخبط. أول ما فتح الباب لقى أب كاهن، فأول ما باس على إيده وسلم عليه قعد يعيط، اللي هو يعني لقى حد منه، هو لأنه مكانش عارف حد ولا بيروح كنيسة ولا أي حاجة. طبعا استقبلوا أبونا، ودخل أبونا ده كان اسمه أبونا مرقس. دخل أبونا وقضى معاهم الليل كله، يسمعهم ويسمع لشكواهم ومشاكلهم، وياخد اعتراف كل واحد فيهم، واداهم عنوان الكنيسة اللي كانت تبعد عنهم بحوالي 3 ساعات بالعربية. وبقوا حلوين جدا، وبيحضروا الاجتماع الأسبوعي وبيواظبوا على الكنيسة، وحياتهم اتغيرت تماما. حتى كرولوس اتغيرت حياته تماما عن عكس الأول خالص، وبقى مرتبط بالكنيسة وبكل حاجة فيها. حتى حياته في صلاته كانت أعمق وأعمق وأحلى من الأول، وحب للكنيسة كان عمال يزيد يوم عن التاني. وطبعا حب ربنا كمان اتغير تماما عن الأول. ولكن رغم كل ده برضه ما كانش عارف يتأقلم مع أصحابه اللي في الكنيسة، اللي كانوا دايما حتى شايفين إيمانه بسيط ومش عاجبهم اللي هو فيه، وكانوا بيعتبروه إن هو شخص متهان وبيتهاون في وصايا رب المجد. حتى أبونا مرقس كان دايم الخلاف معاه. وحتى كرولوس كان بيعتبر كلمات أبونا مرقس نوع من القسوة، وعباراته ليه كانت ما فيهاش زي حنو كده ورفق بالصغار والنفوس. لدرجة كل ده خلاه يدخل في حالة من الانطواء والانعزال. المهم بعد كده جه في يوم من الأيام، كان يوم حد، طبعا بيروحوا يحضروا القداس. فكان اليوم ده على عادة إن هو مش هيخدم على المسبح على حسب الجدول الشهري بتاعه في الكنيسة، لكن اليوم ده أبونا خلاه يخدم معاهم ويلبس تونيا على المسبح. ووقت ما القداس شغال وبعد الوعظة في بداية صلاة الصلح، لقوا ناس رجالة يعني داخلين مسلحين الكنيسة ومتجهين ناحية المسبح مباشرة. وبدأت الناس اللي في الكنيسة تصرخ بأعلى صوتها
وفجأة سكتوا كلهم تحت تهديد من السلاح، وبعض من الشمامسة هرب من الباب الجانبي للمسبح، وأبونا التف ورا المسبح. لكن كورولوس الوحيد اللي كان واقف وما هوش قادر يتحرك تماما من مكانه، وعينه جابت صورة الصليبوت بتاعة المسيح. تفتكروا الشماس كورولوس هيسيب المسيح زي ما تلاميذه سابوه على الصليب، وهيسيبه زي ما كان سايبه طول حياته، ولا هيعمل ايه؟ عمل حاجة عجيبة جدا. وفجأة بص للأسلحة اللي كانت في ايد الرجال المسلحين وهم بيوجهوها ناحية المسبح، وصرخ وقال: لن أتركك يا سيدي وحدك أمام أسلحتهم تعاني من أجلي مجددا. وطلع كورولوس يجري مكان ما أبونا بيقف علشان يحمي الذبيحة، وأخد الذبيحة في حضنه، وكان بيحاول يمسكها جامد علشان ما تقعش منه. وفجأة صوت الأسلحة كانت بترن في أرجاء الكنيسة كلها، وصرخات الأم كانت تكاد توصل للسماء، وكلهم بينظروا للملاك اللي واقف على المسبح، وهو واقف صامد لا يتحرك أبدا، وعينيه كانت موجهة نحو صورة المسيح، وكانت الدموع نازلة من عينيه، وهو عمال بيردد بصوت منخفض وبيقول: أمين أمين أمين، بموتك يا رب نبشر، وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف لك، نخدمك، نباركك، نسبحك ونسجد لك. وفجأة أمه بتصرخ صرخة قوية جدا، وكأن الست العذراء تصرخ على ابنها من جديد، وكانت الصرخة بتتبعها صرخات كل أم وهي شايفة الشماس كورولوس جسده شبه قطعة اللحم المفتتة في كل حتة، وكورولوس كان بيبتسم ويحاول بكل من قوة من جسمه إن يتماسك بالذبيحة علشان ما تقعش منه. وفي لحظة توقف عنها الزمن صمت الجميع مش مصدقين اللي حصل. أخيرا وقع كورولوس بجوار المسبح، وأسرع الجميع إليه، وجدوه يركض مبتسما وكأنه طفل نائم صغير. الشماس كورولوس أخد 86 طلقة نارية اخترقت جسده ومزقت لحم جسده وفجرت رأسه. لا يوجد جزء في جسده لم تغسله الدماء. وقف أبونا مرقس وهو في ذهول تام من اللي حصل، وبيبص للشاب بيقول: المفروض أنا اللي كنت أبقى مكانه، لكن الفرق بيني وبينه إن أنا حبيت المسيح بالكلام والعبارات والخدمة الفاترة، لكن كورولوس الشماس الجميل حب المسيح من قلبه وقدم له حياته برهان محبته. حقا لا نحب باللسان ولا بالكلام، بل بالعمل والحق. وبعد كده اتناول الجميع من الذبيحة اللي حافظ عليها وحرسها الشماس الجميل كورولوس، وصمموا إن هم يدفنوا جسده أسفل المذبح زي كان بيحصل مع شهداء المسيحية في العصور الأولى. طبعا بعد كده عادت الأسرة الحزينة إلى وطنهم، لكن لم يبقى لهم من ابنهم الشاب إلا ذكرى جميلة مفرحة، وهي التونية اللي كان لابسها الشماس كورولوس. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ادعمونا بلايك وقولولنا رأيكم في التعليقات. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم. سلام.